كثيرون من الإخوة العرب يعتقد متوهما بأن التفاهمات الأخيرة مع إيران ستحررنا من مشروع ملال طهران. هل تعرفون ما هو أخطر من تدمير المدن وسحقها وإبادة شعوبها؟ الأخطر هو السيطرة على العقول. أخطر الاحتلالات هو احتلال العقول، وأشد أنواع القصف هو قصف الوعي. ويبدو أن هذه الأمة حتى الآن لا تعي ما يخطط لها. اليوم نحن السنة أصبحنا أقلية مستضعفة بعدما تغولت الشيعية السياسية عبر ميليشياتها المسلحة بدعم دولي واضح. اليوم أبيد دورنا التاريخي في بناء الحضارة والعمران. اذهبوا إلى بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء وشاهدوا ما حل بها على أيدي ميليشيات إيران، التي بالنسبة لها السني الجيد هو السني المرتزق أو السني الميت. وربما هذه النظرية لا تطبقها ميليشيات إيران فقط، بل حتى المجتمع الدولي. وبإمكانكم مثلا العودة إلى زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، الذي استرسل فيها بالحديث عن مآسي الأيزيديين، بينما لم ينبس ببنت شفة عن مآسي ملايين السنة المهجرين والمختطفين من قبل ميليشيات إيران. اليوم مخطئ وواهم من يعتقد أن الأمور توقفت عند هذا الحد، وأننا مقبلون على حقبة من السلام والازدهار بعد التفاهمات مع طهران. فطالما ميليشيات إيران ترتع في المنطقة، لن يكون إلا الموت والخراب والفساد في الأرض، وعلى كل دولة عربية أن تنتظر هذا المصير. مجرد وقت فقط حتى يأتيها الدور، بل إن الوتيرة تسارعت مؤخرا، وخلال 20 سنة الماضية أبيدت 4 دول، 3 منها كبرى. هذه الدول تحوي أكثر من 45 مليون سني انتهت حياتهم إلى فظائع الموت والعوز، و5 دول أخريات تم اختراقها والحبل على الجرار. اليوم هناك دول كالكويت وربما السعودية مثلا تحت رحمة إشارة أو أمر يوجه لميليشيات الحشد الشعبي لينقض عليها وينهيها بأيام، والأمر خارجي والمشغل أيضا خارجي. ولا ننسى أن رواتب وتمويل هذه الميليشيات كانت تصلهم من واشنطن، ومطالبات بعض أعضاء الكونغرس بإيقاف هذا التمويل كان علنيا وأمام الجميع. يعني أن أبو مهدي المهندس عندما وقف على الحدود السعودية مشيرا إلى أن الهدف هو مكة والمدينة، كان يتقاضى راتبه من أمريكا. اليوم وبعد 20 سنة لا شيء جديد في الأخبار سوى إبادتنا نحن السنة وأمام أعين الجميع، وأولهم الدول والشعوب العربية السنية التي كما ذكرنا سيأتيها الدور عندما ينتهوا منا. اليوم لا أحد يشعر بمأساتنا ومقتلتنا سوى بعض سنة لبنان، وتحديدا أهالي طرابلس الذين يواجهون ما واجهناه نحن طيلة كل تلك السنين، والذين اتهموا بالدعشنة وحاولوا تشويههم ولم يروا في تلك المدينة الأبية سوى قندهار. فهل تكون صرخة سنة لبنان نصرة لسنة سوريا المشردين المهجرين قصرا إلى لبنان آخر النداءات، أم بداية إدراك المصير والعمل لتغييره؟